واش عمرك لاحظتي باللي كتحاول تبدل حياتك ولكن كل مرة كترجع لنفس النقطة؟ كتقرا، كتحضر، كتحمس راسك، ولكن الواقع ما كيتبدلش. الحقيقة اللي خاصك تعرف هي أن المشكل ماشي في قلة المجهود، ولكن في طريقة التفكير ديالك من الأساس. هاد الفكرة ماشي غير في كتاب واحد، لكن كيتكلموا فيها بزاف ديال الكتب مهمة، بحال العادات الذرية اللي كيهضر على قوة التغيير الصغيرة، وقوة العادة اللي كيكشف كيفاش العادات كتخدم داخل الدماغ ديالنا. ولكن الكتاب اللي غادي نهضروا عليه اليوم كيجمع الصورة كاملة في زاوية أعمق. كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية ديال الكاتب ستيفن كوفي، اللي كيشرح علاش بزاف ديال الناس كيبقاو في المكان ديالهم رغم المجهودات. الفكرة اللي كيدور عليها الكتاب كامل هي بسيطة ولكن عميقة. كاين فرق بين أنك تبان ناجح وبين أنك تكون ناجح فعلا من الداخل ديالك. بزاف ديال الناس كيركزوا على الصورة، أي كيفاش نهضروا، كيفاش نقنعوا الآخرين، كيفاش نبانوا واثقين من راسنا، ولكن كينساو الأصل: القيم، الانضباط وطريقة التفكير. ستيفن كوفي كيقترح أن التغيير الحقيقي ما كيجيش من الخارج، لكن كيبدا من الداخل. وهنا كيقترح علينا 7 ديال العادات. يعني ما تبقاش تعيش بعقلية الضحية، ما تقولش السوق خايبة، الناس ما كيشريوش، الحظ ما معاياش. قول اش نقدر ندير انا دابا. الانسان المبادر ما كيتحكمش في كل شيء، ولكن كيتحكم في اختياراته وردود فعله. وهنا الفرق بين شخص كيتطور وشخص كيبقى واقف. بزاف ديال الناس كيدوزو حياتهم كاملة خدامين ومشغولين، ولكن ما عارفينش الهدف ديالهم. كتلقى الواحد كيجري بزاف ولكن ماشي في الاتجاه الصحيح. ستيفن كوفي كيقترح عليك توقف تسول راسك: فين بغيت نكون بعد 5 سنين، وفين بغيت نوصل؟ حيت بلا رؤية واضحة أي مجهود كيكون عشوائي. المشكل ماشي في قلة الوقت، بل في كيفاش كنستعملو. كاين الحوايج اللي مهمة ولكن ماشي مستعجلة، بحال تقرا، تعلم، ولا دير سبور، او تخدم على شي مشروع ديالك. هادشي ما فيش الضغط دابا، ولكن هو اللي كيبني المستقبل ديالك. كاين الحوايج اللي مهمة ومستعجلة، بحال الا كان عندك امتحان غدا، مشكل خاصو حل دابا، هادشي خاصو يدار على الفور. والحوايج اللي مستعجلة ولكن ماشي مهمة، بحال المكالمات اللي ما عندهم حتى شي قيمة او الاشعارات. كاين الحوايج اللي لا مهمة ولا مستعجلة، بحال تضيع الوقت ديالك في التليفون بلا هدف. خليني نبسط ليك الفكرة. ماشي غير دير الأولويات، ولكن كيفاش كتختار فين تحط وقتك. مثلا شخص ما كيديرش سبور حيت ما عندوش الوقت، ولكن في الحقيقة كيضيع 2 ساعات في الهاتف. سبور ماشي مستعجل، ولكن مهم بزاف على المدى الطويل. من بعد ما كتحكم في راسك، الكاتب كينقلنا لمرحلة أهم، وهي كيفاش كدير مع الناس وكتبني علاقاتك. وهنا كتجي العادة الرابعة، وهي رابح رابح. بدل العقلية ديال أنا وأنت، حاول تلقى حلول في الجميع يربح. في التجارة والعلاقات النجاح الحقيقي هو اللي كيستمر، ماشي اللي كيكون فيه طرف خاسر.
بزاف ديال الناس كيسمعوا باش يجاوبوا ماشي باش يفهموا، لكن ملي كتعلم تسمع بصدق كتولي كتفهم الناس مزيان، وملي كتولي تسمع الناس مزيان كتبنى بيناتكم ثقة قوية. الاختلاف ماشي مشكل بل قوة. ملي كتخدم مع الناس مختلفين عليك وكتجمع نقاط القوة ديالكم، النتيجة كتكون أقوى من الخدمة الفردية. إنسان ماشي آلة، خاصك تهتم بالجسد ديالك، العقل ديالك، العلاقات ديالك، كذلك حالتك النفسية. إلا خدمتي بلا توقف غادي توصل للإرهاق، ولكن إلا توقفتي وجددتي راسك غادي تكمل بقوة. في الأخير الكتاب كيعطيك رسالة واضحة: التغيير الحقيقي ما كيبداش من الخارج بل كيبدا من الداخل ديالك، من طريقة التفكير، من قراراتك اليومية الصغيرة. ولكن خاص نكونوا صريحين، المعرفة بوحدها ما كافياش إلا ما طبقتيش. حتى أقوى كتاب ما غادي يبدل والو. اختار غير عادة وحدة وبدا بها اليوم، حيث التغيير الكبير كيبدا بخطوة صغيرة ولكن مستمرة. وإلا عجبك هاد النوع ديال الفيديوهات دير لايك، سبسكرايب، فعل الجرس، حيت الفيديو الجاي غادي يكون على كتاب آخر يقدر يبدل لك حياتك.